احنا قاعدين نشرب شاي، عم نمزح ونضحك بين بعضنا تماما، ما نحس الا بست كبس الامن. حطوا القمصان براسنا، انا حطوني بباجاج السياره لحد ما وصلنا مكان. اول سؤال سالتهم يا انا وين؟ واني يقول انت بمطار المزه فرع المخابرات الجويه. بعدين ذاعوا اسمي على التحقيق، طمشني كلبشني واخذني فوتني على غرفه ونزلني على ركبي وديني هيك. اسمك؟ قلنا له ما عندنا هذا. شو مساوي؟ قلنا له والله طلعنا مظاهرات يعني مظاهرات، تصوير، نقل اخبار كذا. فهمت شلون؟ نعمل هيك. قال بدك تعترف غير هالاعترافات هاي. قلت له ماني عامل شيء. قال لي شو كان نوع السلاح اللي معك؟ قلت له كاميرا. بكل وقاحة قلت له كاميرا توشيبا، وما شلت سلاح انا، وانا بكره حمل السلاح. وانه يقول لي ما بدي الاعترافات. خذوا. اخذوني مددوني بالارض، كسروا لي ضلاعي هاي الاضلع، يطلع فوق ويدبج فوقي، تحس هاي طق 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 اضلاعك هاي. يقلبك بالعكس على ظهرك، يطلع يدبج فوقك، دفر على وجهك بكاس بالعصي. وانه يقول يبدو انك ما بدك تعترف. انت بدك تعترف، ما اعترفت بدنا نقتلك. قلت له هاي اللي عندي. جاب المرة الثانية شبحني، كلبشة من هون، كلبشة من هون على الشباك هيك بارتفاع 40 سنتي عن الأرض. الثقل كله على ايدينك على المفاصل. فالكلبشات مو تحس، فتحسها راح تقطع لك ايدينك، تصرخ بيحط لك شحاطة او حذاء، يقول لك افتح فمك يعني صغير، يقول لك عض عليه، ما بدي اسمع صوتك. يعني شيء ما يتصوره عقل البشري، ما يتصوره. ناس ماتت كثير تحت التعذيب. And how do you feel about the people who did that to you? في الله بيحسبه، في قضاء بيحسبه. راح اسعى الا ما اجيبه مع المحكمة واخذ حقي بالقانون. حقي وحق رفقاتي اللي قتلوا. لو بتكلفني حياتي بدي لاحق ولا بجيبه مرة.